رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أظن بأنكم ما زلتم في الحديبية وتنتظرون الصلح. اليوم سنتكلم حول بيعة الرضوان وما جرى في الصلح إن شاء الله. هي بدار منهجة الحديبية سكناندي بنونات منها وزان الحديبية تشيش أقبل وانك نزروك وتسبكم نظام من شنابه حديبية الكوية جهة كي كلاك مكية پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتن جبون نهارن عمره بقركا وانقرت نقول نكار نهارن لبي كان روكي لبي ما ام بحثاوي حديبية هانيت كنت تشتكي تاريخها كان مازن بتاريخ إسلامي ده يعني فشتي حديبية رشبو سبيه دي مسلمان يكون حتى حديبية زعيفون بشتي حديبية دا إجا أو بسركتن روجا وان جارا قديب قوات بو أمي أنا بحثاوي أو تشتي كدوه دا چيبو هيدي بنجه خيري هاتن آبيتن أمي بحثا يكون إن شاء الله. طبعا ما حصل بعدما أوقفوا أو حاولوا أن يؤخروا سيدنا عثمان رضي الله عنه في مكة، والمعظم العلماء يقول سبب منعهم لسيدنا عثمان بالعودة هم كانوا يشاوروا ويحاولوا أن يصلوا إلى قرار، وبعد ذلك يعطوا القرار لعثمان ويقول بلغ محمد يعني حسب كلامهم. فحينما تأخر نشر الخبر أو انتشر الخبر بأنهم قد قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سنحارب على الموت انتقاما لأخينا الذي قتلوه، فحصل هناك اسم بيعة الرضوان. ولكن بعد البيعة أرسلوا سيدنا عثمان مرة أخرى وقال رأوا بأن أمرا ما غير طبيعي يحصل بين المسلمين، فقالوا الظاهر حصل شيء لا نحبه والمسلمون يستعدون للحرب، فأطلقوا سراح سيدنا عثمان فعاد إليهم. كذلك سنتكلم حول اسلوب البيعة، كيف بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تشتيك تشيبو قالوا جماعته حضرت عثمان پیغمبر ويشان قو هر جوان بيجي ام نجبون اشارات نجبون عمرياتنا بشتيك حضرت عثمان شو، ولكن خواني حضرت عثمان كان روكي لبي دان سكناندن كتاب ماي تاريخ بيجن بلكي حكمة داين سكناندن اوي كافر مكيش خواب بهفرة خبر دادن ام چه قرار بدن ام بيجن ايه بيجن نام شر بكن شر نكن اذنهم بدن ندن بلاكن نگشت من قرار اكي ندخواستن كو عثمان بزفره خديجه راضي به حضرت عثمان قبر الجامعه به حتى ام قرار خو بدن اوجي خوانه كان رو دريش كر بشكي دريش بو لو عادته هنكي ملت اكسروكي وانتنا بالمازنه وانتنا بن اورغانيزاكي تنا به حتى قرار اكي ددن او زمان كي دريش در باست بياني تدیب کردی دبیجن گنده کش گنده وره آوا کرن گنده کیه پنجی حب مالبات دادن هر کی باوه کیه او دبی از قرار دادم او دبی از قرار دادم یعنی مریش که وانج دبن وکا دیکا یعنی و هر کس دبی تشتکی قریشی چند حباف بون یعنی اف باف راسه تف قریشن بني عبد المناف هنا وبني شمس هنا ونظام بني چه هنا وبني اميه هيا وارحاصل قالك بون هيك دريج بو روجي دريج بو خبرك مسلمان هذا قولا وانا عثمان كشتن پشتک بی خبری هاتن ایدی بلا بو یعنی کشتن نه کشتن کس که نزانه لی خبرات گو عثمان کشتنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو گره ام بیعت اکی بکن ورن صوز بدن من حتی برنی ام اشار بکن حیفا برای خو بستین اما هاتن اجبان عمره ما یکی شاندی اجبان هر اجبان خبر ده اوانا وی برای میهانه کشتن پشت خبر چه بو صحابیه هات و ایدی دست پیغمبر گرتن علیه صلوات و سلام جرات بجن بیعت پشت کو بیعت چه بو یعنی نابا مسلمان دا قربالخ چه بو کافرش دوری و تماشات کر یعنی خبر چادن گولتش کی نه نورمال چه دو اما چه دو امن زانه فقط نه نورمالی کی هي او چنو تنه الله دبن حضرت عثمان بردان حضرت عثمان جی هات گیش تماشا کردن حضرت عثمان صاحب لی دبي بيعته هانه ده او بيعه هانه خدا عز وجل القرآن ده بحثويت که دبي اجوان انسان راضی بومه از جنت دکم نصیب وان اوی کوب دست پیغمبر گرتنه خدا بجا دست خدا جور دا سر دست وان او قصا کوب مقام کیوان مازنه اوان صحابی که بون یک خارج اوج منافق وکیلی تواب دست پیغمبر گرت علیه الصلاه و السلام صوص بیعت دان السر مرنه حتی پیغمبر جبونه کوب پر هلاک نه به زحمت ندینه حضرت عمر به دست کی پیغمبر گرت چون که 1400 حب انسان برم دست پیغمبر گرن حضرت عمر به دست کی گرت جبونه دستی بشکی ازیت ندینه بلنکر و صحابه کیش داره که واقعا بشکی بلنکری اجبان سیکی سرسر پیغمبر چه به اف 1400 حب انسان یک بیاگ دست پیغمبر دگره اسوزدم حتی از بمرمجی از شر بکم سوزدم حتی مرنه شر دکم فی شکلی تفکی وان صحابی هانه به دست پیغمبر گرتن علیه الصلاه و السلام
طبعا الصحابة بايعوا النبي على الموت دفاعا عن الإسلام وانتقاما لسيدنا عمر، عفوا سيدنا عثمان رضي الله عنه. وسيدنا عمر مسك بيد النبي حتى لا يتعب كثيرا، لأنه 1400 واحد سيمسك ويسلم على الرسول يقول بايعناك، 1400 رجل يعني. سيدنا عمر رضي الله عنه مسك بيد النبي حتى لا يتعب. وأحد الصحابة اسمه معقل بن يسار هو كذلك رفع غصن الشجرة على رأس النبي حتى يستظل تحته، والناس بايعوا النبي هكذا بهذا العدد الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى المبايعون لم يبايع إلا رجل واحد، وهو كان معروف من المنافقين، هو لم يبايع، اسمه الجد بن قيس، هو لم يبايع النبي وكان معروفا بأنه من المنافقين، فهو لم يبايع. والباقي كلهم بايعوا، والله عز وجل أعلن بأنه راض عنهم. والذي بايعوا النبي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فبيعة مباركة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهى المبايعون رفع يده اليمنى وقال هذا يد عثمان وبايعوا عنه، فنعم اليد يد النبي الذي بايع عن عثمان رضي الله عنه. ولكن بعد قليل خرج سيدنا عثمان بأنه على قيد الحياة، ولكن الأمور بدأ يتعقد أكثر، فنرى ماذا حصل. تشتيك چێبوو بان ئەوقاس ئینسان بدەستی پێغەمبەر گرت، یەکێ بدەستی پێغەمبەر نەگرت، منافق بوو، یعنی ترسی ئەگوازارم دەست بکرم و وەزبەرم کوشتنێ نەچوو. لێوان سەحابیە بدەستی پێغەمبەر گرتن یەک بەیەک. سەحابێکی هەبوو خودای عالەمێژێ رازی بە، ئەوێ ئەول من بايع ئەوێ ئەول بدەستی پێغەمبەر گرت، ناوی ئەبوو سینان عەبدوڵڵا بن وەهب الئەسەدی، ناوی ئەبوو سینان، ئەوی بچوو دەستی ئەولی بدەستی پێغەمبەر گرت. صحابەکی دنێ هەبێ ناوی سەلەمە ئیبن الئەکوە، ئەو سەلەمە سێ جارە بدەستی پێغەمبەر گرت، سێ جار عەود دەهات، دنیڤی دەهات، داوی جارەکە دیهات، سێ جارە بدەستی پێغەمبەر گرت. ئەسەرمردنێ سۆز ددم تازێ شار بکەم حتا تێم کوشتنێ. پشتی بی صحابان صحابیە تەب بدەستی پێغەمبەر گرتن و ئەم سۆز ددن حتا مرنێ ئەم ئالیکاریە تەبن، کێلەکە تەبن، خزمەتە تەبن. صحابە قەدیان پێغەمبەر دەستی خوی ڕاستێ بلند کرد و ئەڤیاش دەستی عوسمان، دەستی ئەوەدا سەرهەف و ئەڤیاش دەستی عوسمانە، ئەس بۆنێ بناوی عوسمانژی ئەس بەیعەتێ ددم. لەورا پێغەمبەر زانبوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوانێک وی سۆزێ دانا پێغەمبەرێ خودە جوان رازی بە. پێغەمبەر نەخواست عوسمانژ وی بەرەکەتێ مەحروم بمینە، ڕاستە کوڕاست باتیە کوشتنیش خوناتیە کوشتن، کنات بە کوشتنێ جارە قادی نای بەیعەتێ ناکە. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام خواست ئەو بەرەکەتانێ ببە نسیبێ حەزرەتی عوسمانژی و ئەڤیاش دەستی عوسمانە، دەستی خۆدا سەرهەر دەستی هانێ و وی بەیعەتە هانێ کرد. لێ داوی حەزرەتی عومەر هات فهم کردن کو، عفوا حەزرەتی عوسمان هات فهم کردن کو کوشتن چێ نەبیە. ولكن تشتكي دي معنا البرا بيجم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى المشركون أرسلوا سهيل ابن عمرو، وحينما رآه النبي قال سهل أمركم. النبي كان صلى الله عليه وسلم كما نقول فأل خير عند النبي، حينما يسمع كلمة طيبة يقول خلاص الأمر بخير. يعني إذا أحب أن يذهب إلى مكان ورأى رجل في الطريق وقال أخي ما اسمك، إذا قال اسمي عبد الله، عبد الرحمن، صالح، مصطفى، يقول الخير والبركة موجود، تفاءلوا بالخير، كان يتفاءل بالخير. فحينما رأى سهيل ابن عمرو وكان من كبار المشركين قال سهل أمركم، وقال للصحابة قريش إذا أرادوا صلحا أرسلوا سهيلا إليهم، فهو كان رجل سياسي محنك في المفاوضات السياسية، قال سهل أمركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك بأن المشركين يحبون أن يقيموا صلحا بينه وبين المسلمين، ولكن سنرى ماذا يجري في الصلح. ولكن الملفت للنظر النبي صلى الله عليه وسلم في قرار الصلح لم يستشير الصحابة، لم يقل ما رأيكم نعمل ما نعمل. فما نفهمه من هذا الأمر هذا قرار إلهي خلاص. أحيانا عقل البشر يكون قاصرا، فالله عز وجل يتدخل على الخط مباشرة يقول اعمل هكذا. كما تتذكرون حينما دخل النبي إلى المدينة فحتى لا يحصل مشاكل بين الأوس والخزرج وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناقتي مأمورة، خلاص هي ستقرر، الله عز وجل أوحى إليها بأنها ستذهب إلى المكان الفلاني سيكون منزل النبي ومكان الفلاني المسجد. يعني الأمر خارج عن إرادة النبي حتى لا يفتح باب للفتنة. وهذا كذلك الظاهر، الله عز وجل أوحى إلى النبي وقال القرار بيدك، خلاص لا تستشير أحدا، إذا استشرتهم قد يكون القرار مخطئا، ربما يقول الحرب والحرب والله لا يريد الحرب. لذلك
النبي لم يستشر أحدا، اعترضوا كثيرا لم يسمعوا إلى أحد، خلاص هذا قراري وأنا رسول الله، الله لن يتركني، هكذا أصر على القرار. فنفهم منه بأن الله أوحى إليه وقال هذا أمر خطير لا أتركه للصحابة، ربما لا يصل إلى القرار الصائب الذي يكون في مصلحة المسلمين. تشتكو تشيبو إجا حضرت عثمان هات خديجة رازي به، يعني داوی کافر مکه کی شاندن یک کپاش بو مسلمان ناوی سهيلة. سهيل كلمة كيش سهلة هاتية، سهل مزانن چیه؟ معنى رحت، معنى سبك. عادتك پیغمبر ابو عليه الصلاة والسلام تدي ام كرديد بجن دبي خل خيره ودك پیغمبر تشتكي بخير باتا پیشاوی دگو تام عيش مخيره، يعني سهيل هات پیغمبر گو والله معنى کار مرحته، يعني سهل بو سهله هاتية. وقتی پیغمبر ویدی گو والله محقق مشرک مکه صلحیت خوازن شر ناخوازن. پیغمبر زانه بو انسان ناست کر، يعني پرج مرا مهمه ام انسان بناسن. پیغمبر زانه بو وقتی که قریشی بخوازن صلح کی چکن آشتیک، يعني کشتن چه نبه سهیل بمنتهره دیپلماسی وانه شر نه دیپلماسی آشتی اوی صلحه. يعني پیغمبر گو والله قریشی صلحیت خوازن شر ناخوازن لو ما سهیل هاتیه. پشتی که سهیل هات طبعا پیغمبر گو جنابی فهم کرد گو ناوی جار کی ناوی رحته، يعني سهيل سهله هات يعيش رحته. ليه تشتكي تفرد برات بيرامه دابه عادت پیغمبر هر دم استشارت کرد. چه قرار هبونا استشاره از بکم نکم. حرب بدر استشارت کرد، حرب احد استشارت کرد، خندق شیور بو. حتی افترال جنا پیغمبر کردن جوانه گو که از چه بکم جاجمرا بیجن استشارت کرد. اما دوی صلح هانه دا پیغمبر قرار صلح دا پیغمبر شیور نکر، استشاره نکر، استشارت نه. صحابه احتراز کن هیکی وهاد بین هیکی وهاد بین، پیغمبر گهداریت کس کی نکر، شیورت ندوردا. عالم دوی گلو چما پیغمبر یک عادتی وی شیور به چما دوردا نکر. لورا دوی رب عالم خبر جراشان وحی که داخلی وحی که هندردا نک جبرائیل هات آیت جرا خو نه لی بشکل کیدی. تبیرا وقت پیغمبر چون مدینه ما گفت مدینه دهجا حال نه نورماله، پیغمبر هر مالکی ابدی عاجز ببن چون کی ده قبیله نه بس مامی هبن یاری هبونه. خدا عز وجل امر کرد پیغمبر گفت دوات هر مالکی تیاری مالوی. لورا پیغمبر چه بک مصیبت درته فتنه، يعني اجا ملت گرمه منافقانه پیغمبر گفت حیرا حیوانه هر مالکی ریا معوز خدا امری کریه. دفر داجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام زانب والله چبكه يجب صحابيه بشيوره اوان صحابيه تبع بجنم شرط خوازن شر جبون مسلمان باش نبو دك عبيده اخوين وراريتن حرمتها بيت الله نامنه بسلمان براي خوبك جن بسمام خوبك جن اب خوبك جن براي خوبك جن، يعني فتنه كما زن چدبه دناوا عربا دا پیغمبر کو حتى انا دفتر سبيه أبيكم مظلومة إبجن ولا قاتلن وانا هات ملتي كشتن حرمتها كعبين قرتن جبريل خداي عالمي قف قرار منها قد كسكي استشارنك احتراز كله خل عردي قصدن تشكرن تنا خلاص قدرية تكسكي نكن پیغمبر جوانا قو قريشي إيرو چه بخوازن أزي بدمان تك تشتكي من هاز نادم حلالك حرام بكن حرامك حلال بكن أزي قبول لكم وكيدي تشك يماني بخوازن أز قبولتكم زرارتنا أزهر تشتي قبولتكم برا خوين نيريتن قانون پیغمبر ابو دفردا پیغمبر جوان فکر نسان، يعني جارنا مازن قاوا پرب عاقل به حکیم به زانا به او زانا ابي دورای قرار کی باش ندن جارنا گره بجنا اف مجبور گرم بیا بکن یا جی بخشکایی بشی بوان زمانه کی درج مناقشه بکی حتی فکر راس وان بشه پیغمبر گونا ام هر شیوری بکن و ام نقشورتنا و ام قرار صلحش بکن. طبعا وانا يكون بيعته پیغمبر ذكرن ويجبر وانكن رب العالمين جبر مثلا آيات سورة فتح بخينن وانا آيات رب العالمين تشقاص بحثا وانت كأجوان راضي بما وش أهل إيماننا إنسان بخيرن بيتشتهانه كرن تشتكي دي شيبو جبر وانكن أبياجي الكولترا بري ملتا ده جنج مكة جنج نهرتن والله مازنه وانت بجن أمي صلحة كي تشيكن گنجی وان خوینه وان گرمه گنجا لگو وانانا صلحه کی چکن عیبش مره ام صلحی ناخوازن ام چه بکن ام بشف هرم باوین سر مسلمانا چند حبابوک جن فتنه کی چکن ام درگاه صلحی بگرن ولكن پیغمبر جی شیاره علیه الصلاة والسلام صحابی جی شیاره
اوان صحابيه کو بسلمان د باريز سروك يوم محمد كوري مسلمه اب محمد پر شعبي بكري بون يعني عجيبو او د باريز اوانا چل پنجی حبش کافر هاتن گم که بنا بسلمان چند حبابوک جن فتنکی در که هاتن وانا بقرقات توا گرتن چل پنجی حبی تف گرتن آنی جن پیغمبر گو هر متابع عفو کر لی بزن من اشیارم ها و نکارن حیلکی بکن وانا خاص فتنکی چیکه عادتا کی دنیای گاوا دو طرف هبن هناك انسان دنابیدات خوازن فتنه چیکن جبونه کیفا خوشبونه فایده خو فتنه کی چیکن یکیش ورد کجن یکیش وراد کجن و فتنه درته یعنی مع الاسف قانون الدنيا ده عشرات لها فتخن يكي واكنو بيت طرف آريدا دبي والله وانا صلح بكش مرة نباشه از سلاح بفروشم كو از شب كم تنابه يكيش فردو كجا يكيش فرا كفرا كدابه فرا تنابه انا روجهلات ما نابين كرد وترك وعرب وفارس شرعي ما قالك من بريوان وان زنقين انا خوازن يكيش ما دوكجن يكيش وان دوكجن نما كشتين اوان كشتياي تين دوكجن ما او ام فين خايني او خاينه مالا مخرب وكا حضرتي علي وحضرتي عائشه حرب جمل تشيبو صلح كريم وانا تعريتي سري سبيدا رابون تق افيت نفسي حبا كشتن حضرتي علي قال والله بخيانتي كر وانا قال علي تخيانتي كر 400 500 حب انسان هاتن كشتن حتى كف عم كر المساله شيء وان حاصل تشتيك تشيبو شروط الاتفاق اتى سهيل وسهيل من عاده الدول والان تطور هذا الامر حينما يرسلون احد واذا يحب التفاوض يبعث واحد محنك جدا وفي العادة في التفاوض أنت دائما تضرب من الفوق تطلب أكثر شيء وأنت تعلم لن يمكنك أن تصل أو تحصل على كل ما تريد أنت ستقول 100 شخص 100 أمور ولكن أنت تعلم بأنك ستحصل على 50 شيء 50 ولكن أنت تقول 100 فالسهيل كان هكذا ومشركون حينما أرسلوه كان لهم هدف واحد هدف الكبير قال الهدف الكبير أن تعيد محمد وأصحابه هذه السنة عن الكعبة فليعودوا مرة أخرى قال هذا ما يهمنا بعد هذا لا يهم لأنهم قالوا إذا دخل علينا الناس يقولوا شوف دخل على المكة وغصبا عنكم رأوا بدخول المسلمين إهانة لهم قال هذا أهم الشروط وبعده أي شرط يكون في مصلحتنا نحن نقبل فهو أتى وناقش مع النبي قال تعودون من هذه السنة قال نعود عام القادم تأتون قال نأتي قال إذا أتى إليكم رجل منا مسلما ونحن نطلبه ستعيده إلينا قال نعم نعيده إليكم إذا أتى أحد منكم إلينا لن نعيده قال خلاص لا نعيد أمور مثل هذا 10 سنوات لا حرب بيننا قال أنا أقبل 10 سنوات لا حرب أنتم ونحن نعيش في السلام أهلا وسهلا نفتح باب التحالف الذي يحب أن يكون معكم فليكن والذي يحب أن يكون معنا التحالف يعني حلفات قال نقبل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل جميع شروطهم بدون اعتراض والصحابة يفوروا غليان الصحابة الجمعة القادمة سنقول يعني كل شيء المسلمون يرون في حقهم ليس في مصلحتهم عليهم وليس لهم سيدنا عمر أحدهم لماذا يا رسول الله لماذا نقبل نحن مسلمون نعم أنت نبي الله نعم لماذا هكذا يعملون فالنبي يقول أنا نبي الله لن يخذلني الله عز وجل خلاص لا يقول أكثر من هذا وسيدنا عمر يفور إلى هنا إلى يحاول أن يفسد هذا الصلح من قهره ومن غضبه على شروط الظالمة على المسلمين ولكن النبي يقول لا خلاص القطار سيمشي لا أقبل الاعتراض رغم كل شيء حصل ما حصل وحصل الاتفاق شرط وان چون قالوا جماعته سهيل هاتي سهيل دبلوماسي كي مازنا سهيل تعبير دا شاشيتي نبا هنري كيسنجر مزانن كيبو مازن امريكا الشيطان كيوان مازن ابو نوتو 9 سال خدي عمري دريش كل بوني غني زي دبه نوتو 9 سال تر شيطاني تفسري دركتن عين وكاوي بو كيسنجراني افيهات قريشه جرا قوتي هاري محمد را بازار بكي لنقطه اول ام تشكيش تخوازن برئيس الني ايصال برهره صلاتي تي زرارتنا ايصال براوره يعني ايصال برهره وكيدي تشخص زرارتنا فقط ايصال براني عادات سياسه دبلوماسي وقت بازار تكن شرط جراند بيجن ليزانا صادي صادنا هيك ورا خواري تتي مثلا يك تجمع بيازي فلان كاس اتخوازم تصدي را برب ديمن او جزانا صادي نكارم بدم كي او جزانا صاد جرا زيده لدبي بيجم صاد او بنجيب دمن اي عادته له تهرج كي برا بخوازي تبيج جا 1000 ورقه بده من
اوی بیجه 500 دادم ته لی دبی از بیجم که 10,000 اوی رسا 500 دیدم لی تگو که 500 اوی صدی بدته سهیل دیپلماسی که مازن بو شرط خو ای گران دانی ای عول گونه ای سال بزبرن ای وکیدی گو اگر ظلامه که مسلمان جمکی هات مدینه که مگو بدته بدی ما مسلمانه مادام ام تخوازن پیغمبر گوازی بیجه بدم وی مسلمانه اش کافر راویه گو تبدی پیغمبر گواز قبول کن صحابه عاجز بین دقه حرین حضرت عمر شكون تقديم ببيانه شو ما صادك يا رسول خدا هذا شتي فرط يعني تش دستي تخوازه بك هذا الظلم لما تكن دبي تمام صلاتي ونهاتجي ونسيرو بتاني بمين دبي تمام سلاح جباراتنا شورك بتاني ورخابين دبي تمام ويجي قبول تكن ور حاصل دبي يك جوا هات مدي مكه مسلمانه ورا مكه ام وينادن وها پیغمبر دي نادن محيره براوج ورا يعني نو افشرت وانا حتى بخوازن خرابكن حتى بخوازن خرابكن 10 ساله مشرنا كنت 10 ساله شر حتى 10 ساله ليوان شرط هانه حتى كتشتكي نون ني گو اگر که مسلمانه کی هات مدینه و نبدن ما سرچعبا مسلمانه کی هر مکه امنادن گو سرچعبا صحابیه گو یا رسول خدا بیاد نظلم چما قبول کن گو نه ظلم نه گو یکی کشمه برا و هر لوی گو خرابه کی ام جه فلتنی برا هر مسلمانه کی پیغمبر ناراوه اوی کو شد مکی منافق ام جه فلتن برا هر ای گو اوی کو هاتو زفریجی گو خدای دری که خیر جوان را وکه پیغمبر زانه لو را خدای گوتیه کار منه پیغمبر صحابی را نیش بیشتر شرب او حضرت عمر مصیبت که مازن در خسته گو 10 سال هم شر نکن گو همیشه شر نکن شرط کیتنه دانین گو ام قبول دکن کو اوک به حوالته برا به حوالته ای به حواله ما یعنی او ناتو ساکن یعنی گروه چه به حواله هب یعنی گو سر چعبا اینکه قبیلات مون حواله پیغمبر اینکه مون حواله وان معنا ویاجی وان قبیله فرق وان و واناتنه یعنی اوی حواله پیغمبر فرق وان و پیغمبرتنه کیل وان خج سانکل پیغمبر قصدیه بی شرط یعنی چه کنه گو مویج قبول کرد و هر حاصل وان شرطات تف قبول کردن هفتاتی ما نفساندناوی او آگری حضرت عمر افش تشتک درخست لیوانا تف چنه تف حکمت پیغمبر تشتی قبول کرد چه ما برا خوای نیریتن حکمت اسلام به برا خوای نیریتن ایرو حکمت آمد به عولی از بکش یا نکوش عولی صلح کی چه که سلامتی کی چه که بخیر درس هاتی دم فهم بکن پیغمبر چه قاسه حکیم بو چه قازانا بو اوی صلح هانه چه قاسه دریش پیغمبر را وکر علیه الصلاة و السلام بکشنه ته چه فایده بدی بنید وی آنا 1400 حباتن فتح مکه 2 سال پاش فتح مکه چه به 10,000 انسان تینه 10,000 انسان شروان ها افچه واچه بو اب خیروان صلحی هانه کو پیغمبر دلی خو وکر دلی خو نرب کر گذرات نه تشتکنا به لی معلسف ایرو امجوان تشتفع مناك نما هر لیدانه و هر کشتنه و هر سرشکاندنه اوجی فایده کی نادت کسکی هفتاتی ان شاء الله امی وان تشتک پیغمبر سر کر فایده وی وقت نفساندناوی دای سر اشاندنه کمازن درکد او پشتوی ایجا تشتك تشيبو أمي وانا بين زمان إن شاء الله إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته إن شاء الله تعالى أجمعين بارك الله فيكم چند دقیقه بزمان ترکیه می بش محترم جماعت بعض